المفترض يكلم الامير المدير مدير مكتبه او يعني اسمه مكتب المؤسسه فقه وكلم امين سير الاتحاد وكلم نائب رئيس الوزراء. كانوا عاملين مستنيينك، كان في ميعاد ان هم مستنيينك تقعد معاهم. هم قالوا الكلام ان هو المفروض اتكلم معاهم الاردن منتخب الاردن والجماهير والفتره اللي عشت فيها. لكن المشكله ان الموضوع نادي الزمالك ما كنتش عارف ما اقدرش افوز على الرغم ان هناك فوارق كتير جدا جدا. هم مش يعني هم مش هيدوا الخليج الغنيه، لكن انا قصدي بتدرب منتخب فوارق الامكانيات الماديه بينك بتتكلم على عقد هنا وهناك فوارق كتيره، زائد الشغل هناك هتبقى بهدوء ما بتدربش كل يوم. انت رايح نهايه اسيا يعني، وبعدين احنا حضرنا القرعه بتاعت البطوله في استراليا ممثلين على منتخب الاردن. فالفتره اللي جايه كان في معسكرات كده مع منتخبات كبيره، كنت هتلعب ماتشات دوليه كبيره، كنت عندك معسكرات في استراليا، عندك معسكرات في اوزبكستان ماتش مع كوريا ومع بلجيكا، وكان في معسكر في المانيا، وكان في معسكر في دبي، وكان في ماتشات هناك في معسكر في استراليا قبل البطوله. لكن كل ده اعتقد يعني احنا حطيناه مع كل احترام التنظيم اليوم وجينا نفسنا. اخر حاجه كابتن محدود، انا اسف ان انا قلت عليك. الفتره اللي توليت نادي الزمالك الفتره الاولانيه دي الفتره الثانيه، اكيد عايزين نعرف ايه الايجابيات اللي انت هتاخدها من الفتره الاولانيه هتتعامل بيها دلوقتي، والسلبيات هتتعامل معاها ازاي؟ اشتغلنا في الصعوبات في الفتره الاولانيه. السلبيات عايزين نتكلم السلبيات، نحول ازاي الايجابيات. النهارده في ايجابيات المجلس الموجود بس الشغل المفروض منصور ومجلس كله بيحاولوا يجيبوا لاعبين، بيحاولوا يجيبوا من قبل ما ناجي. يعني انا جيت كل الاختيارات اللي موجوده دي انا جيت على اللي موجودين. فالاختيارات اللعيبه اللي جت لعيبه اختيارات مهمه جدا وايجابيه، فسواء اللي مشي او اللي جه يعني ما جوش في الوقت اللي انا اخترت فيه. لكن انا في نفس الوقت انا شايف من احسن اللاعبين اللي هم يعني في من افضل اللاعبين اللي موجودين في الساحه. انا عاوز اعرف سلبيات المرحله الاولى بتاع الزمالك هتتعامل معاها ازاي في المرحله الثانيه؟ يعني مفيش غير ان انت المسانده اللي كانت هتبقى موجوده من المجلس. لا احنا لعبنا في الاعلام الفتره المسانده كانت اقل من المجلس السابق. البطوله في الدور الثاني بالذات ركزنا مع الاعلام ودينا الاعلام، عشان كده ضيعنا الدوري. المسؤولين في نادي الزمالك كله لعيبه وجهاز فني كله. لا هو جهاز فني كان في صراعات مع الاعلام. طب يا كابتن يعني حضرتك من وجهه نظر حضرتك شايف ايه مختلف في الزمالك في السنه ونص اللي حضرتك قضيتهم قبل كده عنه في الزمالك دلوقتي؟ يعني ايه الامور اللي كان كابتن حسام مفتقدها في الفتره الاولانيه دلوقتي متوفره؟ انت ما كنتش عندك مش عندك بدايل، بس كان عندك فرقه انت وصلت بيها لقمه الاداء. كان عندنا فرقه محترمه بتلعب كوره، ما لعبناش كوره من بعد اللعيبه دي عدت امكانياتها. ما لعبناش كوره من بعدين. انت بتلعب مع منتخب مع نادي الاهلي منتخب مصر. انت كنت عندك لعيبه النادي الاهلي بيجوا من كاس عالم الانديه، كان بيجوا من افريقيا، كان بيجوا من السوبر. انت بتلعب احسن منهم تكتيكيا. انا بتكلم عن المدير الفني، اكيد بتكلم عن المدير الفني، بتكلم عن المواد على الجانب التكتيكي، ما بتكلمش مع واحد من الجماهير. لكن هم امكانيات الفنيه كانت افضل منك طبعا، البدايل افضل منك. بالنسبه لكن كل اللعيبه بتاعتك بحييهم ان هم باقل الامكانيات البشريه والماديه والفنيه انت كنت تفوق كابتن هنتكلم في المؤتمر الساعه 10. اولا اللعيب ان انت زعلت انه راحل عن الزمالك قبل ما يجي وسر تمسكك بنور السيد. انا قلت من شويه ولا انا مشيت ولا انا جبت ولا انا قعدت. لا انت لو كنت موجود كان ممكن يستمر معاك من المشي. لا انا بيجي على وضع اعتبرني مدرب اجنبي، جيت انا في الشارع اللي موجود. لو حصل كابتن لو حصل نتائج سلبيه. طب نور يا كابتن واسلام موقفهم ايه وتمسكك بيهم؟
انا بقول لك انا مش موضوع، انا شايف ان الناس دي انا بشوف مين اللي متأيد. انا واحد مدرب اجنبي يدوني قايمه خايفين من الموضوع ده. اتعامل معايا كانه مدرب كابتن حسين ياسر ولا على حاجات انت كده خوفتنا يا كابتن. كابتن ايه؟ كابتن حسام خوفتنا ان لو حصل نتائج سلبيه طول اللعبه ده انا ما جبتهاش. ليه مش قدر الله عايزين نكسب جامد؟ ليه بتحاول احنا كنا عشمانيين هو ماشي كده ليه بتحاول بس انت بتقول لا اللعبه دي انا ما جبتهاش. ايوه ما هو حقيقه انا دول افضل لعيبه موجوده على الساحه كابتن حسام طب بعد اذن حضرتك الجمهور هيمسك في الموضوع ده. الجمهور هيمسك في الموضوع ده. كابتن حسام هو سرع شويه يا كابتن. بس بقول لك احنا عايزين نلعب كوره زي ما انت نسيت. انت مشيت ما لعبناش كوره بعدين. فاحنا واصلا الفرقه اللي كنت انت ماسكها عودتك دي غير المره اللي فاتت. عودتك دي بعدين حاجه كابتن حسام مالك من احسن اللاعبين الموجودين في مصر. كابتن حسام بالظبط عارف الاعلام هيمسك في النقطه دي وهيركز عليها. اللي هو ايه؟ ما جبتش دور ولا مشيت ولا جبت. طيب ما هو دي واقع. انت بتسالني ان في لعيبه مشيت وفي لعيبه جت. قلت لك انا جيت على اللعيبه اللي موجوده. هو ده واقع. هو الراجل هيقلل هو اللي ماشي ولا هو اللي انا مش فاهم بقى حد يفهم غلط الكلام ده. كابتن حسام خلاص يا خلاص ماشي طبعا ربنا يكرمك. انا المفروض اتكلم بعدين في المؤتمر الصحفي. فليه ما تخليني عمين احنا عارفين ان قلبك كبير. مش عايزين نهايه مش عايزين نهايه بعد اذنك حبيبنا عمين. كابتن الفترة الجاية بس عايزين نتكلم عليها طموحاتك. انا عارف ان انت يعني البطولة عندك نمرة واحد. والا ما بقاش فيه مؤتمر صحفي. لازم احترم مجلس انا لما مسكت نادي الزمالك في المركز ال 13 كان بعدها بيومين مع الاهلي. بعد 24 ساعه حرس الحدود. بعد 3 ايام ماتش الاهلي واسماعيلي. فما فيش مشكله. طب كابتن حسام دي الوقت قبل ماتش فيتا كلوب، هل حضرتك شايف ان ده ممكن يبقى يمثل صعوبه قدامك في ان انت توصل فكره اللعيبه خلال الفتره القصيره دي؟ هي طبعا انا يعني اللي هي التوليفه 14 لاعب زي ما بقول ايه بحاول ان انا اكسب الوقت لان عندك ازمه كامله الفتره الجايه يا كابتن. عشان امسك الحق كويس. لكن هي فتره قصيره طبعا وكنت اتمنى المسافه تبقى اكبر. لكن انا هنتكلم فنيا هنشتغل في الملعب وهنشتغل في المحاضرات ان شاء الله. ان شاء الله يعني كل التوفيق يا كابتن.